بزاف ديال النساء كنلقاوهم معيشينش حياة سهلة ومتوازنة بسبب طاقتهم الأنثوية المجروحة أو نقدروا نقولوا المنخفضة، بالأخص في الجانب العاطفي. وهادشي كيخليها تفقد جاذبيتها كأنثى وتحس بواحد النقص اللي فيما بعد كيأثر على حياتها وعلى قراراتها واختياراتها. السلام عليكم، معكم قناة صحوة روح اللي كتساعدك تطوري من ذاتك وتكوني أحسن نسخة من نفسك بخطوات عملية مجربة وبسيطة. في هذا الفيديو غادي نهضروا على الأنوثة المنخفضة أو المجروحة، العلامات ديالها، الأسباب ديالها، علاقتها بصدمات الطفولة، وكيفاش نعرف واش طاقتي الأنثوية مجروحة أو مكتملة. في آخر الفيديو غادي نعطيكم خطوات اللي غادي تساعدكم باش تفعلوا طاقة الأنوثة، توازنوها باش تغيروا حياتكم للأفضل. صراحة موضوع الأنوثة المجروحة موضوع يطول شرحه وماشي سهل نجمعه كله في فيديو واحد، فلهذا حاولت ما أمكن نبسط باش ما يجيش الفيديو طويل. جيبوا المشروب المفضل ديالكم واستعدوا لتلقي المعلومات. قبل ما نبداو بغيت نعرج واحد شوية ونوضح واحد المسألة. كاين جوج الأنواع ديال الطاقة، طاقة أنثوية وطاقة ذكورية. في العادي واللي هو الوضع الطبيعي اللي تخلقنا عليه، ماشي داكشي اللي كنشوفو دابا، الأنثى كيكون عندها تقريبا 80% من الطاقة الأنثوية و20% طاقة ذكورية. الراجل كيكون عنده العكس، 80% طاقة ذكورية و20% فقط اللي هي طاقة أنثوية. وملي كيكون خلل في هذه الطاقات كتكون الطاقة الأنثوية غير متزنة أو مجروحة، وبالتالي الأنثى كيكون يبانوا عليها واحد العلامات اللي غادي نذكرها لكم من بعد في الفيديو. وباش نمشي بالتسلسل ونبسط لكم الأمور، غنقول لكم الأسباب ديال الأنوثة المجروحة اللي كتعتبر حالة نفسية كتعيشها بعض النساء، وشي مرات كتكون تجارب سلبية عاشوها أو صدمات في حياتهم، بالخصوص في فترة الطفولة أو حتى المراهقة. وأكبر مسبب لصدمات الطفولة هما أقرب الناس لنا للأسف، واللي هما الأهل والأقرباء. وذكرت أن هذه الصدمات تقدر تكون حتى في سن المراهقة من الأصدقاء أو المدرسين، المجتمع الخارجي بصفة عامة. ولكن لو كان الأهل كانوا موفرين بيئة آمنة وسليمة، المجتمع الخارجي ما غاديش يأثر على النفسية ديال الطفل. يعني كتبقى الصدمات اللي كيتسببوا فيها الأهل والأقارب أصعب، والجرح ديالها أعمق من اللي كيتسبب فيها المجتمع الخارجي للأسف. واحد من هاد الأسباب هو عدم التقبل من طرف الأب والأم، وهذا السبب بالذات يقدر يبدا حتى من قبل الولادة، يعني ملي كيكون مازال جنين في البطن. هذا موضوع آخر، حنا غادي كما قلنا غادي نبسطوا الأمور وغادي نخليونا فقط في الحياة بعد الولادة. المهم ان الاب والام كيبينوا للطفله صوره من صور الرفض، هي كتحس وكتاثر نفسيا، والنظره ديالها اللي هي السيلف ايمج كتبدل، كتولي تحس بعدم تقدير الذات. ملي كنقول الرفض كنعني به رفضها لكونها مثلا زادت انثى وهما كانوا باغيين ولد ذكر، رفض لون البشره ديالها، رفض التواصل، التفاعل، او عدم تقبل مشاعرها حتى وهي باقا رضيعة. شفتوا هاد الصدمات شحال كتكون متجذرة. على أي، أنا غير بغيت نوصل لكم الفكرة ديال أن الأب والأم هما المسؤولين على مستوى تقدير الذات سواء عالي أو منخفض. باختصار، إلى الطفلة ما خداتش اهتمام وتقبل عاليين من والديها، كيكون تقديرها لذاتها منخفض وكتحس براسها ما كتستحقش الحب والاهتمام، وبالتالي كتكون عندها طاقة أنثوية منخفضة أو مجروحة. ومن العلامات ديال الأنوثة المشحورة كاين علامات خارجية ما غاديش نهضروا عليها دابا، بحال ارتفاع هرمون الكورتيزول، الكدمات، مقاومة الأنسولين، الوزن الزائد، عدم انتظام الدورة الشهرية، وزيد وزيد. هادو ما غاديش نهضروا عليهم وما غاديش نفصلوهم في هذا الفيديو، غادي نهضروا فقط على العلامات الداخلية. أول علامة هي العطاء الزائد، كتلاحظي أنها ديما كتعطي كتر وكتضحي براسها واحتياجاتها باش ترضي الآخرين. غنعطيكم مثال لأن أنا عارفة عز عليكم الأمثلة. مثلا إلا قالت لها صاحبتها يلا نخرجوا هاد العشية
وهي ما قادراش، هي البروغرام ديالها عامر مثلًا، كتنوض بزز منها وكتخرج معاها باش ترضيها، وتخاف لا تقلّق منها، واخا يكون على حساب راحتها ووقتها، المهم ما تخسرش ليها خاطرها، وفي آخر النهار مسكينة كتجي وكتندم وكتقول علاش ما رفضتش، علاش ما كانش عندي ديك الجرأة أنني نرفض ونقول ليها راه ما قديتش. العلامة الثانية هي الخوف من الرفض، وهذا الشيء كيخليها تجنب المخاطرة. شحال من مرة كتخاف تمشي تدفع مثلًا لواحد الخدمة اللي هي عندها المؤهلات ليها، هاد الخوف كيخليها يتهيأ ليها أنها غادا ترفض، وبالتالي كتضيع عليها فرص مستقبلية مهمة في حياتها. تالت علامة، كتحس بواحد النقص في الثقة بالنفس، كتكون ديما كتشك في قدراتها، بعض المرات كتكون في شي réunion ولا في شي مجمع وعندها واحد الفكرة اللي ممكن تفيد، ولكن ما تقدرش دير التدخل وتقولها لأنها ما واثقاش في نفسها، واخا راه الفكرة ديالها صحيحة وعندها أهمية. رابع علامة هي التعلق العاطفي، كتعلق بزاف بالناس اللي دايرين بيها وكتمشي لدرجة الاعتماد عليهم بشكل مفرط، أو حتى كتوصل أنها تولي معتمدة عليهم في كاع احتياجاتها العاطفية لأن عندها جوع عاطفي، وكتقلب عليه عند الناس، بالأخص في العلاقات العاطفية، يعني عند الرجال. وبغيت نفسر واحد النقطة مهمة، وهي الأنثى اللي هي الأنوثة ديالها مجروحة أو منخفضة كتجذب ليها راجل عنده ذكورة غير متزنة أو غير مكتملة، اللي ممكن يكون كيستفزها، كيستغلها، أو ما كيقدرهاش، كيجرح مشاعرها. وفي الأصل هادو رسائل من الله، ربي كيرسل ليها هاد الشخص باش هي تتوازن في حياتها. كانوا هادو بعض من العلامات اللي كتأكد لنا أن هاد الأنثى الأنوثة ديالها مجروحة أو غير مكتملة. كاين علامات أخرى، ولكن هادو أهم العلامات اللي كتبان. غادي تقولوا لي ايوا ها حنا عرفنا وحطينا يدينا على المشكل، ما الحل؟ انا جايكم الهضره، اي مشكل عنده الحل ديالو. كيفاش التشافي ديال الانوثه المجروحه؟ غادي نعطيكم بعض الطرق للتشافي من الداخل، ما غاديش نقول لك مثلا لبسي طالون، بدلي صوتك، غيري المظهر الخارجي ديالك. اي نعم المظهر الخارجي مهم، ولكن المشكله خاصها تحل من الجذر ديالها. الا غيرتي الانوثه ديالك من الداخل وشافيتي الصدمات ديالك، غادي ينعكس هذا الشيء بشكل تلقائي على الخارج. البشره ديالك مثلا غادي يحيدوا منها التصبغات، الشعر ديالك، الاظافر، الوزن، الهرمونات، كلشي غادي يتقاد. الا حلينا المشكل من الجذر ديالو، نعالجوا السبب الجذري اللي تسبب في عدم تقدير الذات، والباقي غادي يتحل بوحده. الخطوه الاولى هي الوعي. ما تقدريش تبدلي شي حاجة فيك قبل ما توعي بالمشكل الأساسي وتحدديه. شوفي العلامات اللي ذكرت في الفيديو واش كتنطبق عليك، سواء كلها أو لا بعض العلامات منها. إلا شفتي كتنطبق عليك، ما عليك إلا تبداي في رحلة الوعي. هي كتاخد وقت، ماشي سهلة، ولكن ضروري باش تقدري تغيري من حياتك. الخطوة الثانية هي تبعدي على أي علاقة غير صحية، وهنا كنقصد الناس اللي كتنتقدك مثلا أو كتحبطك إلا شافتك كتحاولي تسترجعي الطاقة الأنثوية ديالك. في المقابل حاولي تشكلي مجتمع صغير، واحد الكوميونيتي من النساء اللي الأنوثة ديالهم متوازنة، يا إما تلقايهم شخصيا إلا كان في المتناول ديالك، تلقايهم شخصيا وعن قرب، وإلا ما قدرتيش ممكن فقط تابعي صفحاتهم في السوشيال ميديا. هادشي غادي يشكل لك داعم أساسي في رحلة التشافي. الخطوة الثالثة، تعلمي تعطي راسك الأولوية. هادشي كنت هدرت عليه في فيديو سابق، وغادي نحط لك الرابط ديالو في صندوق الوصف، ممكن ترجعي ليه. اعطي راسك الأولوية، اهتمي بنفسك داخليا قبل من خارجيا، اهتمي بصحتك وطاقتك، مشاعرك، ومن بعد شكلك الخارجي والمظهر ديالك. الاهتمام بالنفس غادي يعكس تقديرك لذاتك وحبك لنفسك، وبالتالي غادي يساعدك على توازن طاقتك الأنثوية. بهذه الخطوة غادي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله نفيدكم بخطوات أخرى في حلقات أخرى مفصلة، لأن كيف ما قلت لكم عملية تشافي الأنوثة المجروحة عملية ماشي سهلة وكتاخد وقت طويل، ولكن هاد الخطوات اللي عطيتك غادي يساعدوك بعدا تبداي في رحلة تشافي وتسترجعي توازنك الداخلي. وإلا حسيتي أن الأمر كيأثر عليك بزاف وعلى حياتك اليومية، ممكن تلجئي لمختص، ماشي عيب طلبي المساعدة من مختص نفسي أو كوتش،
لأن الحياة صعيبة وحنا خاصنا نسهلوها على راسنا ماشي نزيدو نصعبوها أكتر. نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من الفيديو. ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعيل الجرس باش توصلكم الفيديوهات. بسلامة.